بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من ضمن الحلقات اللي انا بعملها الفترة دي. وزي ما انتم شايفين كده في العنوان، انا ما بقتش احب اليهود. هتقولي وائل هو انت كنت بتحبهم الاول؟ لا عادي، يعني كنت بتعامل الموضوع بشكل تلقائي وبسيط، ديانة زي الديانة المسيحية، وبتعامل بشكل تلقائي. وبشوف ان الواحد يعني كان الاول كان بيتعامل معاهم بشكل اللي انت عادي، ديانة من ضمن الديانات السماوية والكلام ده. لكن المرة دي الموضوع من بعد 7 اكتوبر 2023 وبعد الاحداث وبعد اللي بيحصل وبعد اللي بنشوفه وبعد المشاهد اللي بنشوفها على الانستجرام وبنشوفها على اليوتيوب وبنشوفها من الصحفيين الفلسطينيين ومن اي حد بيتكلم عن فلسطين واي حد بيناقش القضية الفلسطينية، والناس اللي هم عايشين في فلسطين بيعانوا قد ايه وبيعانوا ازاي، وحياتهم معرضة للخطر بشكل كبير، وناس ماتت وناس تحت العنقاض وناس 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 قصص كتير لا تحصى. فمن ساعتها وانا مبقتش احب اليهود، لان الموضوع مبقاش مجرد فكرة صهيونية، ولكن الموضوع بقى اكبر من كده. يعني لو اليهود فعلا يستحقوا ان احنا نتعامل معهم بشكل ايجابي وبشكل في تصالح، كان هما من نفسهم كانوا فكروا وكانوا منعوا فكرة الصهيونية، وطلعوا اتكلموا وطلعوا ناقشوا وطلعوا قالوا لأ ما ينفعش اللي بيحصل في فلسطين ده، ايه المجازر اللي بيعملوها دي، ايه الحاجات دي كلها. فانا بالنسبة لي شايف ان اي حد حريص على وطنه وحريص على عروبته وحريص على ديانته الإسلامية وحريص على قيمه ومبادئه وأفكاره وعقائده، إن هو برضو ما يحبش هذه الفئة من الناس وهم اليهود. أنا لو فضلت أتكلم وفضلت أعيد في الموضوع ده هياخد مني مجلدات وهياخد مني قصص وحلقات كتيرة هنتكلم في الموضوع ده، ولكن أنا عندي فكرة وعندي مبدأ وعندي موضوع عايز وبفكر وبشوفه إن هو موضوع الساعة في الوقت الحالي وفي العصر الحديث اللي احنا عايشينه الفترة دي، وان احنا كلنا مفروض كعرب وكمسلمين نتكاتف ونتصالح في المصالح ونبقى ايد واحدة ضد هذا الكيان الصهيوني اليهودي اللي بيهدد امننا في المجتمع العربي المصري الموجود دلوقتي في الشرق الاوسط. فيا جماعة لو شايفين ان انا بقول كلام مش مظبوط، ياريت تقولولي في التعليقات او ياريت تقولولي تنبهوني ولا حاجة. ببساطة انا عايز اقول لكم واعيدها واقولها تاني، ما بقتش احب اليهود. انا ما بقتش احب اليهود. شكرا ليكم ان انتوا اتفرجتوا للفيديو ده. فيديو قصير، فيديو بسيط، فيديو سهل، فيديو سريع، ولكن يوضح
قد ايه الموضوع اقوى من مجرد كلام، مجرد حديث. موضوع اكبر من كده، ولكن انا حبيت ان انا انوه عنه واتكلم عنه واحكيه واقوله معاكم بشكل صريح وعلني وواضح، وان احنا نكون عندنا الجانب ده من المشاعر علشان نكون اشخاص اسوياء واشخاص عندنا قدرة في التعامل مع الاخر، وان احنا نوصل لمرحلة من احترام الذات واحترام النفس علشان نوصل للتعامل مع هذا الكيان الصهيوني اليهودي الفج اللي بيحصل دلوقتي. هتقول يا وائل ما تربطش الصهيونية باليهودية. لا، هربطهم ببعض لان هما فكرة واحدة واساس واحد وموضوع واحد وقصة واحدة. فما تحاولوش ان انتوا تجملوا الموضوع، لان اللي بيعملوا كده هم يهود واللي بيعملوا كده هم صهاينة. فما تحاولوش ان احنا نجمل ونخلي المواضيع سلسة ونخلي مواضيع تلقائية. هي كانت قبل 7 اكتوبر موضوع، وبعد 7 اكتوبر قصة تانية وحدوتة تانية خالص عن القصص اللي قبل كده. بس كده انا استكفيت، وممكن اتكلم تاني ولكن كفاية كده، علشان برضو الناس اللي هم عايزين يقولوا رأيهم يقولوا في التعليقات ويقولوا شاركوني وجهة نظرهم. انا مبقتش احب اليهود. شكرا ليكم ان انتوا اتفرجتوا اللحظة دي، وكان معكم وائل، واشوفكم على خير ان شاء الله، ومع السلامة.